احسن حاجة في السوشيال ميديا دي ان الواحد شغال براحته ورأيه وصوته من دماغه، مش محتاج حد يطلع يقوله اتكلم بحماس او هاجم او امدح او ارفع او نزل او اعمل اي حاجة خالص. بيفتح الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعه يتكلم الكلمتين على الموضوع الخاص بالكورة والمحتوى اللي احنا بنقدمه، وبعد كده يمنتجه ويرفعه وبياخد هجوم، برغم ان كل حرف وكل كلمة بقولها بتحصل في الكرة المصرية، وبتكلم على احداث هتحصل وبتحصل، وبتكلم على تقييم ناس كلاعيبه ومديرين فنيين ومجالس اداره، والتقييم بتاع الايام بتثبته ان هو صح. بس انا هنا بأدي لكل واحد حقه، اللي يستحق التلميع بلمعه، اللي ما يستحقش التلميع واخد صيت على الفاضي بطلع اتكلم عليه، مش بطلع ان انا هاجمه، لا بطلع اقول العيوب اللي موجودة فيه، ان هو ما يستحقش يكون موجود في المكانة اللي هو موجود فيها، لان المكانة اللي هو موجود فيها شروطها 1 2 3 وهي مش بتكون موجودة فيه. وبقول علشان خاطر يستحق يكون في المكانة دي وهو موجود فيها حاليا، المفروض يطور من نفسه، يعمل 1 2 3، مش مجرد ان احنا بنهاجم اشخاص او بنهاجم اندية او بنهاجم اتحادات وخلاص. احنا هدفنا في الاول وفي الاخر اظهار الحقائق، والناس تتمتع بكرة القدم، لان كرة القدم موجودة واتعملت واتصنعت علشان خاطر المتعة. يطلع لك واحد بعد مباراة مصر والأردن، الفضيحة اللي حصلت لتاريخ الكرة المصرية كلها، كل الإعلام اتكلم على المدير الفني وعلى اللعيبة. احنا جايبينها من أول رئيس الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني واللعيبة والأندية والحكام والمنظومة الرياضية كاملة، اتكلمنا على دور كل واحد فيهم. انما الاعلام المصري طلع يتكلم ازاي انت تختار مدير فني قبل المباراة، ازاي انت تجيب لعيبة مش عارف سنها كام، ونسيوا خالص سبب الفشل وسبب الفضيحة. ليه؟ لان قبل ما يقعدوا قدام الكاميرا بيتقال لهم هاجم او اتكلم بحماس. وطبعا كلنا شفنا الفضيحه بتاعت محمد فايز اللي طلع يقول لك انا كنت مسؤول مش عارف في مين ومنتمي للكره المصريه، وبيسال ابراهيم فايق اتكلم بحماس ولا اتكلم بعادي، احنا على الهوا ولا لا. بياخد اوامر من ابراهيم فايق، وابراهيم فايق طبعا بياخد اوامر من اللي مشغلينه، واللي مشغلينه مين؟ اصحاب الكره في مصر. سبب تدهور الكرة في مصر، الإعلام في مصر كله نفس الكلام، إمتى نهاجم إمتى نمدح، كله بالتوقيت وكله بالأوامر. لما يكون في إخفاقات وفضايح اطلعوا هاجموا، مسموح إن انتوا تطلعوا تهاجموا، بس هاجموا بحدود، محدش يتجاوز في الهجوم. ليه؟ علشان خاطر ننيم الناس، علشان خاطر الفترة اللي جاية الإعلام المصري كله طلع اتكلم وهاجم المدير الفني والمنتخب، وما اتكلموش على هنا بوريدة ولا عن المنظومة الرياضية علشان خاطر ننيم الناس.